السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة عالم بديع للطبخ والوصفات. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم طاجين باللحم والزبيب والبصلة. يعني بالنسبة للحم كيبقى اختياري، أنا درت طاجين باللحم، نتوما يمكن لكم تعوضوه بالدجاج. غادي ندوزو المقادير على بركة الله. غادي نحتاجو اللحم. بالنسبه للحم انا عندي هنايا الغنمي، نتوما غادي ديروا البقري او تبقى اختياري. بالنسبه للتوابل عندي هنايا سكين، عندي الخرقوم عفوا، الملحه، البزار، التوابل ديال اللحم، جوج عويدات ديال القرفه صغار، سكينجبير والقرفه واحد راس معلقه ديال القرفه. عندي هنايا قزبرون معدنوس، جوج فصوص ديال الثوم، وعندي هنايا نص مكعب ديال الزعفران. بالنسبه للمشماش اختياري اللي تزيين. عندي هنايا الزبيب، انا غسلته مزيان ودرته هنايا في الماء، خليته في الماء. عندي هنايا واحد البصيله صغيره مشلضه مربعات، غادي نقلي فيها اللحم. وهنايا من بعد ما يتقلى ليا اللحم غادي نزيد على هاد البصيله هكا. بالنسبه للبصله عندي جوج بصلات متوسطين، يعني ما كبارش وما صغارينش. والزيت عندي زيت المائده وزيت العود، غادي نخلط ما بيناتهم. صافي هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. دابا غادي ندير اللحم، غادي ندير ليه التوابل ديالو. غادي ناخذ اللحم، غادي ناخذ هذوك التوابل كاملين، يعني الملحه والسكينجبير الخرقوم كاملين غادي نديرهم. غادي نزيد الثومه، جوج فصوص ديال الثومه، غادي نزيد هذاك نص مكعب ديال الزعفران، وهنايا القزبر والمعدنوس. غادي ندير كلشي فوق اللحم. وغادي ندير واحد ربع كاس ديال الماء فين غادي نخلط هاد التوابل، يعني غادي نضيف لهم ربع كاس ديال الماء. وغادي نخلط هذوك التوابل مزيان، غادي نديرهم مع اللحم. غادي نخلط يعني مزيان، نحاول ندخل هذاك التوابل مزيان مع اللحم، وغادي نخليهم. بالنسبه اللي عنده الوقت يقدر يخليه ليله كامله في هاد التوابل، او يديروا في الصباح ساعه ساعتين. المهم قد ما بقى التوابل في اللحم كيجي بنين. على الاقل نديروا بعدا واحد الساعه او نص ساعه ونخليوه في هذيك التوابل. صافي هنايا غادي ندير هذيك التوابل مزيان، غنخلطهم ونحاول ندخلهم هكاك في اللحم، وغادي نخليه يتشرب ليا هذيك العطريه ونرجع معكم. صافي غادي نخليهم كيف ما قلت لكم ساعه او ساعتين، المهم على حسب كل واحد والوقت اللي عنده الوقت. من بعد ما خليته يعني يتشرب ليا ديك العطريه، غادي ناخذ الطاجين، غادي نديرو ونشعل عليه. وغادي نضيف زيت الروميه او زيت المائده، وغادي نضيف عاوتاني زيت الزيتون. كنخلطو ما بيناتهم. غادي نزيد ليهم هذيك البصيله الصغيره اللي قلت لكم مشلضه مربعات، وغادي نضيف عليهم اللحم. انا اللحم راه خليته يعني تشرب ليا. التوابل غادي نزيد عليهم شويه ديال الماء، وغادي نخويه في الجنب ديال اللحم. صافي هنايا من بعد ما ضفت داك شويه ديال الماء، يعني ما تخليوش هذوك التوابل في الطبسيل. صافي دابا غادي نخليه يتقلى، نبقى مره مره نقلبو ونخليه يتقلى في هذيك العطريه مع ديك البصيله.
صافي كنبقى نحاول نقلبو كل شويه، كل مره كنطلع عليه نبقى نقلبو وكنخليه يتقلى مزيان. هنا من بعد ما تقلى ليا اللحم كيف ما كتلاحظوا، يعني هذيك البصله نزلت، غادي نضيف تقريبا واحد نص كاس ديال الماء او كاس مع مرش ديال الماء يكون طايب. يعني فاش غادي نضيفو الماء ما تنضيفوش بارد، نضيفوه سخون يعني يكون طايب. صافي غادي نخليه يطيب ليا في داك الماء، وغادي نزيد هذوك 2 عويدات ديال القرفه. هنا من بعد ما صافي اللحم بدا كيدخلوا الطياب، ما زدتش ليه الماء. من بعد هذاك كاس مع مرش ديال الماء خليته يطيب. من بعد ما صافي تنحس باللحم بان راه دخل ليه الطياب، عاد غادي نزيد البصله، غادي نزيد هذيك البصيله كامله غادي نديرها من الفوق. من بعد ما ضفت البصله كامله غادي نضيف من الفوق، غادي نضيف هذاك الزبيب اللي كنت مخلياه في الماء. وغادي نضيف المشماش. بالنسبه للمشماش تيبقى اختيار، يعني ماشي ضروري، تقدروا ديروا البرقوق، تقدروا ما ديروش كاع لا مشماش لا برقوق، يعني ما ديروا حتى حاجه. وفي هاد اللحظه هذه يعني ملي كنساليو كاين اللي كيبغي يزيد معلقه ديال العسل او تيزيد شويه ديال السنيده. انا ما غادي نضيف لا سنيده لا العسل، غادي نكتفي بالحلاوه ديال البصله وديال الزبيب وديال المشماش. هنايا ضفت شويه ديال القرفه من الفوق، كنديروها فوق هذيك البصيله والزبيب، غير شويه يعني ما كنكثروش، واحد شويه كنديروهم من الفوق باش البصله كتجينا فيها المذاق ديال القرفه هي والزبيب، كتجينا زوينه. كيف ما قلت لكم بالنسبه على حسب الحلاوه ديال، يعني تزيدوا سنيده، انا من الاحسن ما تزيدوا لا سنيده لا عسل، واللي كيبغي الحلاوه بزاف يقدر يزيدهم في هذيك اللحظه. صافي هنايا من بعد ما طاحت ليا شويه ديك البصيله غادي نبقى ناخذ من هذيك المريقه وغادي نبقى نخوي من فوق هذيك البصله باش هي كتشرب ليا المذاق ديال التوابل. تنهز معلقه وكنحاول ندير البصله كامله، كندير من فوق منها هي والزبيب. كيجي طاجين رائع غزال، تيجي داك المزيج ما بين الحلاوه ديال الزبيب وديال البصله ديال المشماش وهذيك الملوحه. هنايا من بعد ما تيطيب الطاجين صافي كنقص عليه العافيه، يعني تنخليها ناقصه بزاف، ما كنجهدهاش عليه، تنخليها ناقصه وكنخلي الطاجين يطيب على خاطره. هنايا من بعد ما كيطيب ليا الطاجين كيف ما كتلاحظوا قصت يعني اللحم لقيتو طايب مزيان، اللحم كيجي بحال الزبده طايب، المريقه كتجي خاتره تجي زوينه، والطاجين تيطيب صافي راه طاب. راه هنايا طفيت عليه من بعد ما قصت لقيت اللحم راه طيب مزيان صافي وانا نطفي عليه. هنا من بعد ما طفيت على الطاجين انا زينته باللوز، يعني خليت اللوز وانا نزينو به. تقدروا تزينوا بالبيض مسلوق او ما ديروش، يعني التزيين تيبقى اختياري. صافي هنايا راه الطاجين طايب ليا، تزينته انا باللوز، دقت المذاق لقيته هو هذاك. بالنسبه للحلاوه جاني هو هذاك، يعني ما حلوش بزاف، الحلاوه ديالو هي هذيك. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى تجربوه ان شاء الله، ولا جربتوه غادي يعجبكم. وحتى لهنا وغادي نقول لكم مع السلامه الى فيديو جاي ان شاء الله. شكرا على المتابعه ديالكم، على التعاليق ديالكم، شكرا لكم بزاف، ومرحبا بكم مره اخرى في قناه عالم بديع للطبخ والوصفات.